السلام عليكم، وش حوالكم الزينات؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين يا رب العالمين. الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك فيه معكم خبز الدار، وصفة رائعة اللي معتمدتها منذ سنوات، ومحال نبدل هذه الوصفة، وبزاف من متابعيني مجربين هذه الوصفة وراهي ناجحة معاهم مليار بالمية. يعني خبز يجي في القمة، ماهوش هذاك الخبز اللي يتفتت، وماهوش هذاك الخبز اللي طري بزاف والله يابس. خبز يعني كيما نقولوا تاع حليب، تاع جاري، تاع اللي نجوزو به. تابعوا برك معايا الوصفة للآخر. للأمانة هذا كنت درتو يعني في العيد، ديتو معايا، جربوه ورجعوا لي بالخبر. واش نحتاجو البنات في المقادير تاعنا؟ نحتاجو فيها 3 كيلات تاع السميد يكونوا بدرجه حراره الغرفه، بكيله تاع فرينه. عندنا الكاس هذاك اللي متعودين ديما نقيسو به. واش فيه البنات؟ فيه كاس غير ربع تاع زبده دايبه وبارده، كملتها بالزيت. درت ملح، اكيد ملحت شويه تاع سينوج اكيد اختياريه، وحكمت خلطت كلش في بعضه بالسستو بيان كيما راكم تشوفوا في العمليه قدامكم. راني مانيش مسرعه في الفيديو، خلاص مخلياته باش تشوفوا كل شيء على عينكم وينجح معاكم. وزيدون بليس درتو بيدي، ما درتو لا بالبيتخا لا والو. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، حكمتو بالسستو كيما تبسوا المقروض عادي جدا. ندخلوا هذاك البسوس والفارينه كل شيء ندخلوه في السميد. هنا درت مغرف ونص تاع خميره الخبز، ودرت مغرف ونص تاع السكر عادي. نخلطوا كل شيء هكا مع بعضه. ودرت لهنا بليت بكاس حليب دافي، يعني ضروري لازم يكون الحليب دافي. وجبت نص كاس ماء زهر البنات، ما زهر لازم يكون حتى هو دافي، ما ديروهش بارد. كون ديروه بارد راح يدير لكم واحد الحبيبات البنات في العجينه ويتعبكم في العجين. كيما راكم تشوفوا لهنا البنات، ضفت الماء حتى نتلملي، وتحصلنا على عجينه هكا تكون ما هي طريه بزاف ما هي يابسه. غلفتها بيان لهنا البنات في الساشي، وخليتها مده حتى لربع ساعه، قولي هكا ربع ساعه. ومن بعد جيت هنا البنات، هاني نحيت العجينه تاعي. شوفوا كيفاش تكون شربت. اكيد سميد كنزه اللي استعملته راهو يشرب يا البنات. حاولوا ديما في المقروض تاعكم ولا في الخبز ولا كيما نقولوا تكثروا له الماء بيسك راهو يشرب. هنا البنات نبدا نعجن بليبس. هنا ديرونجاتني شويه القصعه، دوك نحيها ونحطها اكيد فوق البلون دو طرافاي باش نقدر نعجن الاز. نحيتها لهنا اكيد، وجيت هنا البنات نعجن بيديا. بديت عجنت باليابس هكا، نعجن ونقطع نعجن ونقطع حتى نحس العجينه شويه طريه. كيما قلت لكم ما حبيتش نعجنها البنات في البيتخا، حطيتها هنا على عينكم باش ما تقولوليش ما نجحت الناس وانتي عجنتي في البيتخا. ومنا عجنت بيدي مالغري والله عندي الكيست في يدي، راني في حاله ما نقدرش يعني نعجن بيدي هكاك. ودرت الكوراج، قلت لازمني نصور لهم الوصفه على اصولها وعلى قانيها باش هكا تنجح معاهم. كي طرات لي شويه العجينه البنات، بديت نعجن هنا بالبيض. درت بيضه ودرت فيها شويه تاع ما زهر. شوفوا هنا درت 2 بيضات البنات، تقدري تستعملي بيضه ولا تقدري تستعملي 3 بيضات كيما تحبي. انا درت 2 بيضات. درت البيضه الاولى حليتها بشويه تاع ما زهر باش ما تقعدش ريحتها هكذا في الخبز وعجنت البنات اكيد كيما راكم تشوفوا في الطريقه. نعجن وندخل نعجن وندخل حتى ندخل فيها هذاك البيض كامل. ونجي البنات لهنا تاني باستعانه تاع الماء السخون ديما راهو قدامي. بيسك شوفي لهنا تاني، تقدري تكملي تعجنيه بالحليب، تقدري تكملي ديريه بالماء عادي جدا. انا اكتفيت بوضع تاع كاس حليب فقط، وعادي يعني جاي يهبل ما شاء الله. وحكمت لهنا البنات هاني نعجن وندخل في هذاك البيض وندخل في الماء حتى نتحصلوا على عجينه تجينا البنات تجينا طريه. هنا راني اشاك فوا يعني نزيد في الماء، اشاك فوا نزيد الماء، اشاك فوا نزيد الماء حتى نتحصلوا على عجينه طريه. الخبز الدار وخبز السميد البنات يحتاج العجين، يعني جامي تقولين ما نديرلوش ما نعجنوش ولا نلمو برك ولا حاجه السميد ديما تحتاج العجين. كيما شفتوا يعني المره الاولى برك خليته ركح مده ربع ساعه كي لميته، ومن بعد جبتها لياطاش يعني دخلت عجنته بيان ما خليتوش يعني يرتاح. عجنته بزوج بيضات كيما قلت لكم باستعانه تاع الماء. هاني منين نضيف البيض ندير فيه شويه تاع مزهر ونحلو بالمزهر اكيد. ونحكم البلان دو طرافاي تاعي نضيف البيض هذا كي يطيح اكيد راح تهزيه تدخليه في العجينه الماء حتى نتحصلي على عجينه طريه. نعطيكم سر من اسرار ثاني نجاح خبز الدار. العجينه تاعك لازم تجي سايله نوعا ما سايله، يعني ما ديريش العجينه تاعك
يابسه، ضروري يعني تكون جاريه هذيك العجينه باش اكيد تقدري من بعد تضمني بلي الخبز تاعك يجيك خفيف من الداخل وما يجيكش معجن. فهمتوني؟ سماني نعطيكم كل اسرار نجاح الخبز باش ينجح معاكم وتتحصلوا على خبز اللي يعجبكم اكيد. وهذا الخبز يعني معتمدته البنات في كامل وصفاتي، معتمدته باغ اكزومبل في لي كوموند تاعي، في كلش. هاد الكونتيتي دير لك حوالي 3 خبزات يكونوا متوسطين، ما همش كبار بزاف وما همش صغار. فهمتوني غالياتي؟ والبول اللي استعملته انا ويهز لي يعني حوالي 500 غرام، حوالي 700 غرام. فهمتوني بناتي؟ حوالي 700 غرام الوزن اللي قص به انا. تحبوا ديروا بول صغير واش ديروا؟ خدموا بنفس الكيله، ما تنقصوا منها والو. فاه تنقصي فقط حبيبتي في الكميه تاع الخميره، ديري وحده خميره ووحده سكر، هذا ما كان. الباقي كامل يقعد نفس لي ميزور تاع نفس المقادير عفوا. شوفوا هنا العجينه اللي تحصلت عليها البنات تجينا نوعا ما كما قلت لكم سائله. ندوبوا شويه زبده كما راكم تشوفون، نديروها على الوجه ونغلفوه بالساشيه. هنا راني نخدم في الاكاديميه تاعي البنات، وبيسك الفور تاعي ما طلعتوش لهي للدار. وجيت هنا البنات هاوليك خليته مده ساعه كامل وهو يطلع. شوفوا هنا البنات هاو طلع ضاعف الحجم تاعو مليح. حطيته قدام الفرن وجينا هنا البنات باش نلوزوه. كما قلت لكم انا لوزته على 3 خبزات، يعني هاد الكونتيتي دارت لي 3 خبزات. تحبي تنقصي ديري 2 خبزات فقط، نقصي في البول تاعك. كما قلت لكم انا البول تاعي شويه كبير نوعا ما. هذه هي البنات، هاني جيت لهنا البنات نديروا على 3 خبزات. شوفوا كيفاش العجينه تاع الله يبارك تعجنيها كفي يدك تحسيها باللي بونج ما شاء الله. درت لهنا 3 خبزات. شوفوا هنا كي لوزتو حطيته في لي بلاطو اكيد مدهونين بشويه زبده ولا زيت ولا، وزدت خليته روبوزا شويه باش عاود تخبزته، يعني ما تخبزيش ديريكت. هنا راني درتو هكا خبزات كما راكم تشوفوا. هذا الخبز في العيد مع الشوا مع بار اكزومبل مع الاخر سمولي مع جاري هكا في رمضان في المناسبات، يعني راحين تلقاو الوصفه هذه جاهزه قدامكم دقيقه توجدوها، ووصفه مضمونه مليار بالمية. كما قلت لكم يعني محال ديري الوصفه هذه وما تنجحش معاك. هاي ليكم البنات لهنا راني دهنت لي بلاطو تاعي بالزبده، وجيت لهنا بعد ما اكيد لوزتهم كما راكم تشوفوا على 3 خبيزات، زدت دهنتهم بشويه تاع الزبده. هذه هي غالياتي. حبيت نبارطاجي معكم يعني الوصفه بكامل حذافيرها، بيسك بعتولي وبقوه على وصفه الخبز الدار تاعي اللي كانت في لاشين تاعي القديمه. بزاف بعتولي قالوا لي معتمدين الوصفه تاعكم وحال نبدلوها، وانا ليا شرف عظيم انكم تجربوا الوصفات تاعي وتنجح معكم غالياتي. حطيتهم في لي بلاطو وزدت عاودت غلفتهم البنات، خليتهم مده 10 دقائق ولا، ومن بعد باش لوزتهم يعني ما لوزتهمش ليه بعد مرور 10 دقائق يعاودوا يركحوا شويه ويطلعوا. شوفوا الكونتيتي كيفاش تعاودت تزيد. نجي هنا البنات نخبزو غير بيدي، شوفوا كيفاش يمشي ما شاء الله. هذه هي حبيباتي نخبزوا على قد البلاطو. انا بعد اني عاودت بدلت لي بلاطو بيسك كاينين بلاطوات ما يدخلوليش في الفور تاعي، عندي كويزينيير وعندي فور باش نزرب نكمل اكيد ليه وما نتعطلش. طيبت في الفور وطيبت في الكويزينيير، واكيد الكويزينيير لا يعلى عليه، يعني طياب الكويزينيير في خبز الدار في المقروض في البقلاوه راهو توب توب توب. يعني الطياب تاعو وحده بارابور للفور. الفور يجيني تاع لي غاطو تاع لي جينواز تاع حوايج هكا لي طاخ تاع ماوش تاع الحوايج هادو السخطو التقليديه كيما قلت لكم مقروض الكوشه كيما بقلاوه كيما خبز الدار. هادو كامل يحبوا الكوشه. كيما شفتوا هنا البنات درت صفار تاع البيض، 2 صفار بيض. واش درت لهم شويه تاع حليب، وجيت هنا البنات باش ندهن من الفوق. للامانه هنا البنات راني بعد ما لوزتها خليتها 10 دقائق، وكي زدت طرحتها في لي بلاطو زدت خليتها 10 دقائق و 8 10 على حسب درجه حراره الغرفه تاع البيت تاعك.
وباش دهنتها يعني ماشي خبزتها طول، درت لها لاصافا البيض خليتها الساعه البنات ودخلتها طابت على درجه حراره متوسطه. كي تشوفوا الجناب تاعكم حمار ومن الفوق شعلوا لهم من الفوق من التحت، حمار ومن التحت شعلوا له من الفوق. وبالصحه والعافيه، كل واحد كيفاش يحب يطيب الخبز تاعو، كاين اللي يحب يطيبه حمر، كاين اللي يحبو صفر، هذه ترجع ليك حبيبتي. المهم الوصفه تخرج معك ناجحه، هذاك هو المبتغى. كي طيبيه البنات حطي بار اكزومبل الخبزه الاولى والخبزه الدوزيام كي تجبديها حطيها فوق خوتها ماشي من التحت تما كيما نقولوا على وجهها، وكبيها. راني كنت مصوره الفيديو البنات للاسف راهو ما لقيتوش، بيسك هذا الوصفه صورتها لكم في العيد الصغير، وهذا وين كنت بربي باش نبارطاجيها معكم. والقصان تاني نقطعوا بالموس تاع المنشار حبيباتي باش تتحصلوا على نتيجه مليحه. او ميم طون ما تقطعوش وهو سخون، خلوه يبرد تماما يطرى فوق بعضه باش حبيبتي تجي تقطعي كي تجبديه يبان لك راهو يابس من الكوشه. بصح من بعد كيما قلت لكم كي تحطوه فوق بعضه وتغطوه بطرشونه كيما هكا، من بعد يطرى فوق بعضه وقطعيه وهو بارد بالصحه والهنا. ميم كنت كونجليه ولا تحطيه في الكونجيلاتور راح يقعد كيما راه. هذه الوصفه تاع نهار اليوم، شاركتها معكم بكل حب تحت طلب اكيد عديد من مشتركاتي الغاليات اللي يحبوا وصفاتي وعندهم ثقه في وصفاتي. نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير وتهلاو في رواحكم والى اللقاء.